صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هيظهر لكم في الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض حاجه حلوه كده. جلاش محشي بالكنافه والمكسرات. حاجه جميله كده وحاجه سهله واقتصاديه وبسيطه خالص. من غير سمنه، من غير اي تكاليف. يعني ربع كيلو كنافه وورقه جلاش وب5 جنيه فول سودان هتعملي احلى تحليه للاولاد. لو اول مرة تشوفوا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهنبتدي نحضر للشربات او السيرب. لازم نعمله في الاول عشان يبرد، عشان لما نطلع الحاجة سخنة من الفرن نحطها على طول في الشربات. معايا كوبايتين سكر وكوباية ونص مية، ومن غير تقليب ولا اي حاجة هنولع عليهم النار ونسيبهم يغلوا. السكر هيدوب لوحده. ما نقلبوش عشان ما يسكرش معانا. هنا بعد ما غلي والسكر داب معانا، هبتدي اعصر عليه نص ليمونة واحط شوية فانيليا واسيبه يغلي 10 دقايق بالظبط واطفي عليه. انا مش عايزاه يغلي كتير عشان عايزة الشربات بتاعتنا تبقى خفيفة معانا شوية، ما تبقاش تقيلة قوي. هبتدي اقلبه ويغلي ال10 دقايق دول واطفي عليه. معايا صينية على النار هنزل بيها بتلات 4 معالق زيت. واحنا طبعا عشان عاملين حاجة اقتصادية فهنحط زيت، واللي حابب يحط سمنة يحط. معايا ربع كيلو كنافة. كان في الفريزر وانا طلعته ونعمته بالطريقة دي. هبتدي بقى انزله في الصينية واقلب فيه لحد ما لونه يحمر وياخد اللون الذهبي. وابتدي اقلب فيه على طول كده، لازم تكون ايدي في التقليب كده. ابتدى ياخد اللون الذهبي اهو، وما سيبوش على النار من غير تقليب. قلبناه كويس على النار لحد ما وصلنا للون الذهبي الحلو ده. وهنزل عليه بفول سوداني مطحون. واحط كمان عليه نص كوباية عسل نحلة او اقل من نص كوباية، يعني هو اكتر من ربع كوباية بشوية. اللي ما عندوش عسل نحل ممكن يحط من الشربات اللي بنعملها اللي بنسقي بيها الجلاش في الاخر. نحط شوية كده عشان يمسك معانا. وهنبتدي بقى نجيب الجلاش وافردها معايا كده. واخد ورقة وادهنها زيت. بما انها اقتصادية يعني فاحنا بندهن زيت، اللي حابب يدهنها بالسمنة يدهنها. احنا هنا عاملين اكلات اقتصادية. واخد الورقة التانية، انا هلف كل ورقتين مع بعض. وبرضو برش رشة بسيطة زيت، يعني انا مش بكتر، حاجة بسيطة خالص. واحط من الخلطة اللي احنا عملناها دي. ابتدي افردها بالطريقة دي على الجلاش. اوزعها كويس. وده شكلها بعد ما خلصناها وعملت كل الكمية بالطريقة اللي انتوا شفتوها. بحط كل ورقتين مع بعض وادهنهم، وبعد كده احط فيهم الخلطة والفهم كويس واضغط عليهم كويس. وقطعناهم بالطريقة دي. وفي قبل ما احطها في الفرن بدهنها دهنة خفيفة كده على الوش بالزيت، وبعدين احطها في الفرن على 180 درجة. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ولسه سخنة طبعا، ولازم اول ما نطلعها من الفرن على طول نبتدي نحطها في الشربات. الشربات بيبقى بارد معانا وهي سخنة. فهبتدي بقى انزلها في الشربات واطلعها على طول، يعني مش هسيبها هي تقلبتين، هقلبها تقلبتين كده واطلعها على طول. وكل الكمية هعملها بالطريقة دي. ودي كل الكمية اللي طلعت معايا. بجد عملت اكتر من 50 قطعة. حاجة اقتصادية كده ومش مكلفة، وطعمها جميل جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملونا لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير، باي.